طيب الفيديو بتاع النهارده هوجع دماغكم شويه، بقى لنا فتره بنتكلم في العربيات الحلوه والاكزوتكس، هنفهم ايه الفرق بين التورك والهورس باور. دايما بنسمع الناس اللي بتطلع تتكلم على العربيات كتير والسبيكس بتاعت العربيات، يقول لك العربيه دي 500 حصان و750 نيوتن بالمتر. يعني ايه نيوتن بالمتر ويعني ايه حصان؟ خلينا الاول نتفق على اتفاق ان انت لو فهمت تعمل فل. اول حاجه لازم نوضحها ان الهورس باور والتورك مش زي عربيتين بنشرحهم دي فيها فروقات ودي فيها فروقات، الاثنين مرتبطين ببعض جدا حتى ماثيماتيكلي او رياضيا، الاثنين في ايكويشن واحده. الايكويشن بتاعتهم بتقول ان الهورس باور ايكوال تورك تايمز الار بي ام على 5252. شفتوا كده وانت ماسك مفتاح وبتحل مسمار تقيل وبتعزم عليه، بتطول العزم او تقصر العزم او تجيبه بزاويه معينه عشان تعزم عليه كويس، هو ده حرفيا التورك. طيب عشان نوضح اكتر برضو خلينا ناخد مثال من الحياه العامه. الملاكم لما بيدي لكمه هنعتبر اللكمه دي ليها قوه، هنقول على القوه دي ان هي دي التورك. لكمه الملاكم هي التورك. طيب ايه هو الار بي ام؟ هو عدد اللكمات اللي الملاكم ده بيضربها في الدقيقه. طب ايه بقى هو الهورس باور؟ هو حاصل الاثنين دول، اضرب ده في ده واقسمه على 5252 يديك الهورس باور. انا وقفت لكم عشان نفهم بقى. طب خلينا نعرف ده مهم في ايه وده مهم في ايه. التورك مهم جدا في العربيات النقل. العربيات النقل التقيل بتحتاج تورك قوي جدا عشان العربيات تتحرك مكانها اصلا، فبيحتاجوا سلندرات اكبر ومواتير اكبر علشان تديهم تورك عالي على ار بي ام قليل، على عكس مثلا عربيات السباق اللي بتحتاج هورس باور اهم حاجه بالنسبه لها. طب تعالوا نيجي لعربياتنا احنا. عربياتنا احنا مش خفيفه ومش تقيله، بنحتاج تورك او عزم دوران عشان نتحرك، وبنحتاج هورس باور عشان العربيه دي تقدر تاكسلريت او تتسارع. وببساطه التورك ده هو اللي بتحس بيه والعربيه طالعه، والهورس باور هو اللي بتلاقيه وانت بتجري على الطريق. وفي حاجه مهمه قوي ما تنسوهاش، ان الفتيس بتاع عربيتك بياخد التورك اللي طالع من المكنه وبيزوده او يقلله على حسب احتياج العربيه. دايما بيحاول يطلع المطلوب بين التورك والهورس باور اللي موجود في الجراف اللي قدامك.